باسم تجمع نساء الزنوبية نحن ندين المجزرة التي حدثت في ليلة عيد ميلاد النوروز، عندما قام أحد أو 4 من عائلة واحدة بإشعال النار للاحتفال في منطقة جنديرس بقدوم عيد النوروز، عيد الحرية، عيد السلام، عيد المحبة والتآخي. ولكن عكس كل هذا جاء مجموعة من الإرهابيين المسلحين وقاموا بالاعتداء بالضرب واغتيال الأخوة ال4 بجريمة مشينة يندى لها الجبين، بأن حرموهم من الاحتفال بهذا العيد، وكانت نهايتها نهاية مأساوية بقتل الأشقاء ال4 في منطقة جنديرس. طبعا نحن ندين هذه الجريمة الشنيعة التي قام بها الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بقتل المدنيين لمنعهم من الاحتفال، للتعبير عن فرحتهم، وخاصة أنه لم يكن هناك الفترة والزمنية الطويل الذي قاموا منه الأهالي في جنديرس من حادثة الزلزال، الحادث المدمر الذي راح ضحيته الآلاف من الأهالي المدنيين الذين قضوا تحت الأنقاض. طبعا هذه الجريمة نحن ندينها باسم البشرية جمعاء. لماذا تحدث هذه الجرائم على أهلنا وخاصة المكون الكردي؟ رأينا كيف حدث أيضا بعد الزلزال، كيف كان هناك التمييز بالمعاملة، معاملة أهالينا الكرد. أهالينا الكرد هم أهلنا، نحن من جميع المكونات في سوريا عامة نعيش كأخوة بعيش مشترك، ولكن تأتي هذه التفرقة من قبل الجماعات الموالية لتركيا التي تخدم الأجندة التركية، ويأتي هذا الهدف أيضا من هذه العملية واغتيال الأخوة في هذه المنطقة من أجل التفريق المنطقة من أهلها وللقضاء على المكون الكردي الموجود في هذه المنطقة. طبعا الأهالي لم يكن لديهم أي هدف لا سياسي أو أي هدف من الاحتفال، على العكس هم كانوا يريدون ولادة يوم جديد، ربيعا جديد مليء بالأمل، مليء بالتفاؤل، مليء بالخير والسلام. ولكن دائما تأتي الجماعات المسلحة لتقول لا للسلام، لا للخير، لا للمحبة. نحن ندين هذا العمل الإرهابي ونطلب ونطالب أيضا المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بمتابعة وملامسة هذه الجريمة وإدانة هذه الجريمة أيضا، ومحاسبة مرتكبيها بأن ينالوا الجزاء الذي ارتكبوه واقترفوه من هذه الجريمة الشنيعة. مرة أخرى نعزي ذوي الضحايا ونعزي أنفسنا بهذا المصاب، ونتمنى أيضا أن يحل الأمان والسلام والعدل والمساواة لجميع مكونات شعب سوريا، وأن نعيش بسوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية. اليوم باسم نساء المناطق المحررة ندين ونستنكر هذا الإجرام بحق أهالينا الكرد المدنيين الذين هم يتعرضون لأقصى أنواع العنف من قبل الفصائل التي حكمت في المناطق. وشاهدنا هذا من خلال الاعتداء الذي حصل في مناسبة عيد نوروز، عيد النضال، عيد الوطنية والمقاومة والصمود للشعب الوطني. اليوم نحن بمشروع أخوة الشعوب، مشروع الأمة الديمقراطية الذي أتاح لكل المكونات أن تتبع عاداتها وتقاليدها بحسب مكونها. فاليوم لماذا هذا التغيير الديموغرافي بحق المواطنين الذين هم موجودين في هذه المناطق؟ نحن نشاهد من خلال هذا الإجرام، نشاهد ما تعاني منه هذه الشعوب من خلال الدولة التركية ومن خلال العنف الذي يتوجه له المواطنين من كافة المكونات الموجودين في منطقة جنديرس وفي المناطق المحتلة خاصة. وهذا الإجرام أثبت على أن هدف الدولة التركية هو هدف التغيير الديموغرافي والإجرام بحق الشعوب الموجودة في هذه المنطقة، وخاصة المكون الكردي الذي هو أثبت بهذا اليوم رمز النضال والمقاومة والحرية.